ازيكم في حلقة جديدة من بتاع سين. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الثقافة الصينية وكان لابد منها، والحلقة دي لازم نتكلم عن موضوع مهم وبداية السلسلة كلها، فهو الفيديو الأهم في الموضوع كله هو النطق الصيني. الحلقة بتكون عن النطق والنغمات، ولكن أنا مش عايز الفيديو يضرب مني، فسامحوني الفيديو ده هيكون عن النطق بس، وأحاول إن أنا أوصله لكم بكل بساطة وباستفاضة، علشان فعلا موضوع النطق الصيني ده مهم جدا لأي حد عايز يبدأ يتعلم لغة صينية. بدون ما نخش في تفاصيل عن اللغة الصينية المعقدة والمبسطة، علشان المعقدة مش هنتكلم عليها، دي لغة قديمة صينية تقريبا الصينيين بس اللي بيعملوا فيها ماجستير، ده لو حد عايز يتعلمها منهم. نادرا ما يكون في أجانب بيتعلموا اللغة الصينية المعقدة أو بيعملوا فيها ماستر، لأن خلاص الصينيين ما بقوش يستخدموها خالص. في لغة صينية مبسطة دلوقتي اللي احنا بندرسها هي مبسطة، وسيبك من القميص أرجوك ركز معايا، موضوع مهم جدا. ايه هي اللغة الصينية مبسطة؟ هي اللغة العادية اللي احنا بنشوفها وبندرسها ديا، اللي انت بتشوف رسوماتها في الشارع، بعيد عن الكوري والياباني طبعا. تيبس صغيرة كده، لو انت شفت ياباني فهو في اقواس، لو شفت كوري ففي دواير، لو شفت مربعات فده اكيد صيني مبدئيا يعني. المهم ان اللغة المبسطة ديا اسمها المندرين. المندرين دون هو الرموز العادية اللي انت بتشوفها. الرموز دي نتعامل معاها ازاي كأجانب في بدايات اللغة؟ الصينيين عشان يفتحوا اللغة دي على العالم كله عملوا نظام اسمه البينين، ونظام البينين دون هو النطق بالحروف اللاتينية علشان تعرف توصل لنطق الحاجات دي كلها كأجنبي من غير ما تتعب. حتى للصينيين الأطفال برضو بيعلموه بنفس الطريقة. النطق دون من غير ما ادخلك في مشكلة المتحرك والثابت، خلينا بسط لك الموضوع اكتر وخلينا نسميها بدايات ونهايات. عامة المندرين بيتكون من بدايات ونهايات ونغمات. احنا مش هنتكلم عن النغمات النهاردة، احنا هنتكلم عن المقاطع اللي هي بتتكون من بدايات ونهايات مع بعض، بيكونوا كل المقاطع في اللغة الصينية كلها. الجميل في الموضوع ان المقاطع محدودة. ليه؟ لان البدايات والنهايات محدودين، في عدد من البدايات معين وفي عدد من النهايات معين، بيتحطوا مع بعض بيكونوا عدد معين من المقاطع. اللغة الصينية كلها ما بتخرجش عنهم. ما تستسهلش الموضوع قوي لان الرموز يعتبر كتير جدا، فخلينا نتكلم على ان فعلا موضوع النهارده بسيط، بس عايز شويه تركيز وعايز اصرار. مش معنى ان انت شفت الفيديو وفهمت اللي انا بقوله ان انت اتقنته، انت لازم تفهمه وتتدرب عليه مره واثنين وثلاثه لحد ما تتقنه، لان من غير اتقان انت تعتبر معلومات معرفه عاديه جدا، انما لما تبدا تاخد الخبره بقت خبره عندك، بقى اكتساب عندك لذاتك، بقيت تعرف تتعلم اللغه، وبقيت فعلا تاخد الخطوه دي ستيب باي ستيب للي بعدها وللي بعدها معايا ان شاء الله، وتعرف ان انت تنطق صيني وان انت تبدا تتكلم صيني وتعبر عن نفسك بلغه بسيطه جدا في اللغه الصينيه، وان شاء الله بعد كده اللي جاي احلى. طب انتوا يعني ممكن تلاقوني زعلان شويه عشان انا صورت فيديو كبير جالي تليفون واتمسح. طيب خلينا نبدا بالبدايات في الاول، ولازم تبقى عارف ان البدايات بتنقسم على حسب البوزيشن او مكان شفتك او لسانك او بقك او سنانك في الموضوع، فلازم تبقى عارف ده عشان تتحكم فيهم صح وتطلع الحرف صح. وكمان ما تقلقش خالص لان احنا هنقسمهم زي ما قلت لك في 5 حاجات، فالموضوع هيطلع بسيط ومش معقد خالص، بس انا عايزك تركز معايا وسيبك من القميص لو سمحت. اول مجموعه هي البي والبي والام والاف. الانجليش العادي البي والبي والام والاف. فدلوقتي احنا هنبدا بالبي. دول كلهم ليهم علاقه بالشفه، فظبط شفتك معايا عشان نظبط الحروف دي مع بعض ان شاء الله. البي هي البي العاديه الانجليزيه اللي احنا اتعودنا عليها، او حرف الب المصري العادي، ومعاه حرف الواو علشان يظبط الشفه بشكل دايره فتطلع الحرف الصيني مظبوط زي ما احنا عايزين. بو 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 اهو قفشتك. لازم يبقى دايره كده اهو، لو ما بقاش دايره اعرف ان انت طلعت الحرف غلط. فاحنا مش هنركز على النهايات، احنا دلوقتي بنركز على البدايات عشان نطلع كل البدايات صح زي ما احنا عايزين ونبقى خلصنا من الموضوع ده خالص. حرف البي هو بو بو، تمام خلصنا منه. البي هو البي، بس الاتنين فرق عظيم ما بينهم في المعاني اذا كان جت في الكلمات وكده، فلازم نعرف نفرق بينهم كويس جدا. هنعرف نفرق بينهم ازاي؟ كل الحكايه هو الب بس فيه هوا. الموضوع ده مش عندنا في العربي، فعايزك تركز معايا. بو بو برضو قفشت شفتي على شكل الدايره. بو اهو اهو
فلازم نبقى عاملين حسابنا ان الشفه اساسي في ان انت تطلع الحرف ده صح. ولكن في البي مهم جدا ان انت تظبط الهواء علشان يطلع فرق ما بين البي والبي، زي البي التقيله والخفيفه بتاعت الانجليش. الموضوع كبير جدا في الانجليش زي ما انتم عارفين، بس الثقافه دي مش عندنا كمصريين، ولكن في الصيني مهم جدا 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 اكتر من الانجليش، لان بيفرق فرق عظيم جدا في المعاني وفي الكلام وفي النطق، لان هنقابل حاجات فيها هواء كتير بعد كده، لازم نعرف نطلع الهواء ده ازاي. فتاني حرف هو البي، بو بو بو. تمام. دلوقتي كده احنا عايزين نفرق بين البي والبي، هقولهم ورا بعض عشان تعرف تفرق بينهم وتسمع الفرق وتلاحظ الفرق. بو 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 بو. تمام، حلوة قوي. الهوا ده انت هتعرف تطلعه بنفسك، يعني حاول تطلع هوا، لان ده الشرح الوحيد للموضوع، ان انت تطلع هوا وانت بتقول كده اهو، اوف اوف، هو ده بو. طبعا الدايره بتاعت الشفه زي ما احنا متفقين ده اساسي، وتطلع معاها هوا، اوعدك ان انت هتكون قلت صح جدا. فكده احنا خلصنا من بو وبو. وعشان تتاكد اكتر ان انت قلت بو صح وما تشغلش تفكيرك ان انت قلته صح وانت بتقوله غلط في الحقيقه، لا، انا عايزك تحط ايدك قدام بقك او تجيب ورقه، او بلاش ورقه لان الفرق مش هيبان فيها، يعني الورقه مش هتتحرك او كده يعني. هات ايدك قدام بقك وقول بو. لو حسيت بهوا في ايدك فانت قلت صح، وهننتقل للي بعديه. لو ما عملتوش صح اسمعني تاني وراجعه ارجوك لحد ما تطلعه صح. حرف الام معانا سهل جدا بسيط، هو مش هناخد فيه وقت كبير. مو مو. برضو الام اهو سهل وبسيط، ما فيهوش اي مشاكل. مو مو. الاف برضو ما فيهاش اي تريك، ما فيهاش اي خدعه، هي بسيطه. الاف عاديه، الف بتاعتنا العاديه اللي احنا متعودين عليها. فو فو فو. كلام جميل. طيب دلوقتي ننتقل للقسم الثاني، وهو اللسان وسقف الحلق. خلصنا الشفه، خلصنا نركز بقى على سقف الحلق واللسان علشان اللي جاي كله فيه. هي الحكايه كلها ان الحروف دول 4 برضو، دي تي ان ال. دي تي ان ال دول كلهم لما هنيجي ننطقهم هتلاقي اللسان بيلمس سقف الحلق وبيرجع على طول، فبيديك النغمه اللي احنا عايزينها بالظبط. ما بيلمسش كتير ومش ما بيلمسش، لكن بيلمس وبيمشي على طول، فبيطلع لنا اللي احنا عايزينه. هتفهم لما تقلدني وانا بقول حرف الدي. د د د. انا بلمسه وبنطق وبشيله، فبيطلع لي اللي انا عايزه. وطبعا انت مش محتاج طريقه علميه ان انت تعمله، انت بمجرد ما تقلدني اوعدك ان انت هتكون عملته صح. طيب يبقى الدي معانا د د د د د. تمام كده احنا قلنا حرف الدي. التي من الحروف اللي فيها هوا، انا عايزك تكون متابعني من الاول وعارف ان في حروف فيها هوا ومهم جدا الهوا فيها. تمام. فكده التي ت ت ت. تمام. يعني انا عايزك تقلدني وتتابع نفسك انت بتقول صح ولا غلط. فاول حاجه د. تاني حاجه ت فيها هوا بسيط، مش لازم توضحها قوي، بس ما ينفعش ما يكونش موجود. والان والال سهلين جدا ما فيهمش اي تريك برضو. ن لا عادي جدا زي الانجليش بتاعنا العادي جدا، ما فيش اي مشاكل. طيب خلينا ننتقل للجزء الثالث وهو الفم. هما 3 بس انا عايزك تصحى معايا عشان هما تقال شويه. هو الجي والكيو والاكس. الجي والكيو والاكس نطقهم غير الانجليش خالص، فلازم تتعلمهم لان هم حروف مش موجودين في اللاتينيه ومش موجودين في اللغه العربيه. حرف الجي هو المفروض نطقه الصحيح دي زد اي، تي تي دي، في زنه كده اهو. ولكن كفادي انا بقول كفادي، وانت مش مضطر تعتمد عليا اعتماد خالص ان انا بقول ان هو حرف الت باللغه العربيه، لان ده اقرب حاجه ليه في اللغه العربيه ان انت تقول حرف الجي مظبوط بالنسبه لودان الصينيين. ممكن تبقى تسمع مقاطع صينيه تتاكد ان هو فعلا بالنسبه لك حرف ت ولا لا، في زنه بسيطه وتكرر بنفسك اني اللي انت عايز تقول بيه. في ناس بتقول بالدي زد اي، في ناس بتقول بالت. يعني هو في الاول في الاخر ان هي نغمه صوتيه توصل للصيني زي ما هو متعود يسمعها، هيفهمك تمام التمام ومش هيقول لك ابدا انت قلت ايه وعيد الكلام وكده. تاني حرف الكيو هو ت س او ش، وهفهمك ليه ويه. ت س او ش ويه.
ازاي س او ش؟ انا هفهمك. اللسان دون والسنان دي هنستخدمهم جدا في الحرف ده. ازاي؟ ان احنا هنحط لساننا تحت سناننا ده كده اهو، فده ولا س ولا ش، وهو ده المظبوط في النص. فهنقول تشي تشي، لسانك ده تحت اسنانك دي، وتوقفه وتطلع هوا وانت قافل بقك طبعا، فهيطلع لك شي تشي تشي تشي. هو ده كده الكيو. اللي خلينا نرجع تاني للجي، هو تي تي تي. انا بقول ان الدي زد اي او الت، ولازم يكون فيه، انا قلت الدي زد اي ده كالتعليم العالمي. ليه؟ لان لازم يكون فيه الزنه دي، والت لو حطيت لها زنه من عندك تبقى خلاص طلعته صح جدا جدا. تي تي. تمام. حرف الكيو هو زي ما قلنا الت والسين او الشين والياء، اللي هو تشي تشي. طبعا انا عايز اوضح بقي على قد ما اقدر، لان انت لازم تشوف بقي وتقلدني، لان لو ما عملتش حركه البق اللي انا عاملها الحرف هيطلع مش مظبوط. تالت حاجه هي الاكس، والاكس سهل شويه مش عايزك تقلق منه، ما دام قلت التشي صح هتقول السي صح. هو الفكره كلها ان هي بدل ت س او ش يا هتبقى س او ش بس. لسانك تحت اسنانك دي تثبته وتطلع هوا سي سي كده. انت قلته صح، ما تقلقش من حاجه. يبقى التلاته ورا بعض تي تشي سي. تمام. رابع حاجه معانا وهي اللسان الرجعي، او اللسان اللي بيرجع لورا، اللي هو هتفهم معايا دلوقتي لما تقلدني وتحس بلسانك انه لازم يرجع ورا شويه علشان يطلع الحروف دي صح. هما بالظبط 4 حاجات: زد اتش، سي اتش، اس اتش، وحرف الار. نبدا بالزد اتش. الزد اتش اللي هو مع بعض اللي هو ج. طبعا احنا حاطين نهايه للكلام اللي هي حرف الاي عشان نطلع الصوت ده، ولكن احنا دلوقتي كل تركيزنا على البدايه عشان ننطقها صح. فركز معايا في البدايه. ج ج ج اللي هو ج ده، هو ده الزد اتش، هو ج ج ج ج. السي اتش تاني حاجه هي ت ش ي تش تش. ما تقوليش تشي، ركز معايا وانطق زيي بالظبط، وركز على بقك، ما تفتحش بقك. ليه؟ لان البق مقفول واللسان راجع لورا عشان يطلع الصوت صح. تش تش. اللسان بيبقى كده وانت قافل بقك، تش قفشته. يبقى ايه؟ اللسان مرفوع شويه لفوق والبق مقفول فيطلع لك الحرف صح. تش. تمام. تالت حاجه الاس اتش، وهي تقريبا سهله جدا لو انت عرفت تقول السي اتش، لان السي اتش تش، لكن الاس اتش ش. الاس اتش ش ش. نفس رفعه اللسان، نفس قفله البق، بس بدل الت هنشيلها وهنقول بدل تش هنقول ش. رابع حاجه الار في اللغه الصينيه انت تحسهم لدغين، ولكن هم مش لدغين. حرف الار عندهم كده مش ار. عارف وانت بتقول ار لقيت لسانك سحب لورا خالص كده، هي دي اللي احنا عايزين نمسك فيها. ار نفس، انا ما حركتش لساني خالص وانا بقول ار في اخرها. معلش نلدغ في الري بالمناسبه، ده مساعدني بصراحه. وانت بتقول حرف الار هتلاقي لسانك راجع لورا، ثبت لسانك على كده وقول تلاقي في هوا بس بيطلع حوالين لسانك وانت كده تبقى نطقت صح. حاول تقلدني، حاول تحط بقك ولسانك في الوضع المظبوط، هتلاقي الحرف طلع ببساطه عندك. انا عارف ان انا دلوقتي بشرح فانت مش ملاحق، لكن انا في الاخر هقولهم كلهم على بعض، لازم تسمعني كتير وتقلدني كتير. خامس حاجه معانا هي وضعيه الاسنان. وضعيه الاسنان ان كل الاهميه في موضوع انك تنطق اللي جاي صح هو انك تحط اسنانك في الوضع المظبوط. وبعدين هم 3 بس، الموضوع بسيط: زد وسي واس. وهقولهم ال3 مع بعض، وحاول تحفظهم زي ما بقولهم وتتعود على شكل البق وانا بقولهم، وتحاول تقلدني على قد ما تقدر. 3 ز ت س ز ت س ز ت س. ال3 انت اسنانك مقفوله، وال3 ز س س ز. هي الزد هي زي ما قلنا ج، وتس فيها الته برضو زي ما قلنا تش. فاكر الفرق في الاتش؟ والس بدل ما قلنا ش، فبرضو الفرق بين الاس والسي
هو الته برضو، ولكن علشان فوق كان في اتش فقلنا ج تش ش، لكن تحت هنقول ز س س. انا سهلتهم لك اهم. الزد والسي والاس اللي فيهم اتش ج تش ش، اللي ما فيهمش اتش ز س س ج تش ش ز س س. الست حروف دول اصعب حروف للاجانب، في الصينيين يعرفوا عنهم كده. يعني الصينيين لما بيعملوا ماستر، اللي هم بيعملوا ماستر في ان هم يبقوا مدرسين، عارفين ان الجزء ده هو الجزء اللي بيقع فيه الاجانب. انت لو عرفت تقلدني دلوقتي وتقولهم صح، اعتبر نفسك عديت اصعب حاجه في اللغه الصينيه ممكن توصل لها. ج تش ش ز س س. حاول تقلدني وانا هقولهم في الاخر بس ورا بعض، بحيث تربط بينهم وتسمع الصوت بس، مبقاش في شرح في النص، وتحاول ان انت تعيد ورايا وتسمع كتير وتقولهم صح. انا كان عندي اهم حاجه ان انا اشرح لك ازاي بننطقهم صح. بعد كده التدريب ده ليك لوحدك، ولازم تتدرب جدا كتير، بقى عندك اصرار، علشان الفتره دي مش بسيطه. مش بس ان انت عرفت المعلومه وخلاص فهمتها ان خلاص، لا، عايزه تدريب كتير. وصدقني الموضوع بياخد وقت، لكن ما فيهوش مشاكل. اللغه الصينيه مش صعبه ومش سهله، لكن الموضوع بيتحدد على انت ذاكرت قد ايه في اليوم او اتدربت قد ايه في اليوم. طبعا مش محتاج اقول لكم ان اللغه ممارسه. طيب، اخر حاجه النهارده هتكلم عنها لان الفيديو طويل جدا، وهي اخر 3 حروف في البدايات. النهايات هتكون في فيديو تاني ان شاء الله. هما الجي والكي والاتش. نبدا بحرف الجي. هو كله جاي من سقف الحلق، يعني زي ما كانك كده بتقول جو. عارف جو، اذهب، الانجليش دي جو، هي نفسها ج، نفس الجي اللي انت بتقولها دي، هي بتاع جو، هي في الصينيه، ولكن عايزين نخففها شويه من سقف الحلق. وهي لو هنقول النطق بتاعها هتبقى جي يو اتش بالانجليش، ج ج. وانت بتقول جو، هي ج ج ج ج. تاني حاجه الكي، والكي من ضمن الحروف اللي فيها هوا برضو، لازم تاخد بالك وانت بتقول ك ك ك. لازم تحس ان في هوا نازل لتحت وانت بتقول ك ك. تالت حاجه وهو حرف الاتش، وحرف الاتش في اللغه الصينيه بيتنطق ما بين الخ والح، مش اتش انجلش خالص. فهنقول ايه؟ خ خ خ خ. في هوا بسيط قوي بيطلع بين الخ والح. خ خ. مش خ كامله، مش الخ بتاعت خروف بتاعتنا بالعربي، لكن خ خفيفه قوي. تمام. انا دلوقتي هجيب لكم جدول جنبي فيه كل البدايات على بعض من غير التقسيم بتاع البوزيشن، البق والفم واللسان والشفه، وهحاول اقول كل الصوتيات مع بعض ورا بعض من غير ما افصل بشرح، عشان تركز فيه وتسمعه كتير وتقلدوا ورايا. بو بو فو فو مو مو فو فو د د ت ت ن ن ل ل تي تي تشي تشي سي سي ج تش ش ج تش ش ر ر ر ز ц س ز ц س ز ц س ج تش ش ز ц س. سهل سهل. ج ج ك ك خ خ. طيب سامحوني لاني مش هقدر اكمل النهايات في الفيديو ده خالص. اولا الفيديو طول مني جدا، ثانيا عندي امتحانات، ادعولي. وكده يبقى الفيديو ده بيتضمن 21 بداية في النطق اللغة الصينية. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.